بيلد اب. في المرحلة دي أنا محتاج أبقى فاهم إنه زيادة المبيعات، زيادة العملاء هيتطلب خدمتهم بطريقة أفضل. لو أنا ما عنديش سيستمز وعندي تيمز، فريق يقدر يخدم العملاء دي اللي أنا بنيته على مدار السنين في المرحلتين دول أو في بداية المرحلة الثالثة اللي اتبنى في سنين، سهل جدا يتهدم اوفر نايت. ولذلك هنا بنقول انه في المرحله الثالثه بيلد اب انا محتاج اركز جدا على استراتيجيات بناء الفريق وبناء الانفراستراكشر او السيستمز، التكنولوجي اللي بشتغل بيها، الاوتوميشنز، ازاي اقدر استوعب اعداد كبيره كمان من العملاء من غير ما البراند بتاعي يفقد القيمة الحقيقية اللي اكتسبها عبر السنين وأنا ببنيه. قدرت أعمل ده أوتوماتيك بيأهلني إن أنا أخد البيبي بتاعي وأطلع بيه على المرحلة الرابعة اللي اسمها سكيل أب. يلا يا باشا، روح دوس على دواسة البنزين، ضخ فلوس أكتر في الماركتينج، كبر السيلز تيم بتاعك، هات أعداد أكبر من العملاء واخدمهم، لأن أنت قادر من خلال الفريق اللي موجود والسيستمز اللي حطيتها والتكنولوجي والاوتوميشن اللي موجود انك تستوعب اعداد اكبر من غير البراند بتاعك ما يجرى له حاجه. دي المرحله الرابعه واللي ناس كتير جدا ما بتوصلهاش لانه تاني مش فاهمين يعني ايه مراحل نمو البيزنس. عملت ده بيأهلنا بقى للمرحله الخامسه اللي بنسميها مرحله الرير اير او الهواء النادر اللي مش كل الناس بتقدر توصل له وتشمه كده في القمه، مرحله الليدر اب. مرحله الليدر اب هي فكره بقى ان انا ازاي ابروتكت اللي انا عملته، ازاي احميه، ازاي احافظ على الفريق بتاعي، ازاي احافظ على الكالتشر او الثقافه بتاعه الشركه والكيان الكبير اللي انا بنيته ده، بحيث انه ما يجيش حد من جوه يهد اللي انا عملته. كمان من ضمن الاستراتيجيات هنا بتاعت ليدر اب انه ازاي اكون كمان قادر احمي البراند بتاعي من الحاجات اللي بيحصل فيها ديسربشن، او انه التطور السريع اللي بيحصل في عالم البيزنس وانا مش دريان، انا قافل على نفسي قوقعه. لا، انا كمان محتاج زي ما ببص جوه على الكالتشر والثقافه والناس اللي موجوده جوه واحميهم، ازاي محتاج ابص بره بيحصل حواليا ايه علشان ابقى مواكب العصر وافضل محافظ على البيزنس بتاعي.